هي هذا لي يوم لحن عيني جت على السنيورة جت واقفة ببلكونة صباح بخرم عرض اليوم ناس كتير وتقول مش لاقي ريح وشوف لك حتة نسوي. هلا والله يا غوالي، كيفكن؟ مناح؟ اكيد مناح. لا ما بعتقد، خصوصا بعد هذا الفيديو. تفضل معلم، تفضل يا غالي. وهقولها تاني مرة، أنا بحبك وفيكي بموت. لحظة شوي حبيبي، ليش أول مرة إمتى كانت يا غالي؟ لما كنتوا جنين؟ شو حبيبي؟ هالك بعين والصوت والله أنا عشقتك قلتيلي رقمك. طلع يا معلم، لما وصل لعند جزء اديني رقمك فات أبوه من الباب طفى الفيديو. شعرها طويل اسود ويخبل تقول لي اقص. طبعا عزيزي المشاهد، انت متفاجئ كتير مثلي ومصدوم يمكن لدرجه الاصطدام معلم، وعم تقول شو صاير وشو في ومين هدول الاطفال وليش عم يسووا تيك توك وليش معهم تليفونات اصلا. يعني مثلا عزيزي المشاهد، هذا الصبي اللي شايفه قدامك هو تيم ابن ابو تيم اللي بيسمع الشامي. تخيل يعني. صدرك حد يكسر قال يا هيت يا وشد بلاستر قال يا هيت يا وشد بلاستر. خد لك معلم، هدول 4 بنات هن رفقات معلم، ما لقوا يجتمعوا مع بعض الا بالباحه تبع الروضه. ما في معلم غير المكان لانه اصلا كانوا بالدوام. كل مرة بلك سنتي الشوق جوايا بيزيد. مش فاهم مين مسكك تليفون وخلاكي تصوري فيديو وانت عم تشغلي في التيشة. هذا هلا عم تشغل في التيشة، بعد كم سنة رح تشغل الشباب معلش يعني. هذا لي يوم لحد يا ولول. لا عم هو إلك ما حجوز والله، ما حدا بياخده غيرك قسما بالله، الا اذا تشردق معلم شي علكة او مصيصة ساعتها حكي تاني تماما معلم. طبعا يا جماعه اللي وصل لهون راح يفكر الموضوع مسخره مثل ما انا وصلت لكم اياه، وهذا تماما تاثير السوشيال ميديا، انه انت بتاثر عليها وهي بتاثر عليك. تماما هذا اللي انا بدي اوصل لك اياه. ضحكتك باول قسم من الفيديو، بس باقي الفيديو بدي فهمك انه الاولاد اللي عم يعملوه شيء كتير غلط، لانه الولد بمجرد انه يتمسك تليفون يعني اهله راح ياكلوا صرامي قريبا. من الاخر ما عرفت اعبر غير هيك. شوف لي معلم، هي عيني جت على السنيورة جت واقفة ببلكونة حدفت منها بليمونة. تفضل معلم، بالله بدك تتفضل غصبا عنك يا غالي. هي البنت اخذت هيك 5 دقائق وقت مستقطع معلم بين الحفوضتين. شباب الوضع بالمره زبال على الاخير. دحج علي، لا تفكر حالك نادر، ترى السم مليانة قنادر. الذي لا يراني نورا فعينيه، لا أراه ترابا تحت قدمي. لست عديمة الجواب ولكن الأسود لا ترد على الكلاب. كنترول توزيع قصف جبهات. شفت يا غالي كيف السيطرة خرجت عن الأمور على الآخر؟ شفت ولا لسه يا معلم؟ حاشات الذكر معلم، حاشات الذكر معلم. الاثنين اللي على اليمين غيرانين، البنت اللي على اليسار كيف عندها محايا عفريز، هي اجتها من أخوها من الأردن. لا شباب الوضع كتير خطير لدرجة إن فتومة وقفت بامبرز وعم تحط فلتر. ولا شوفوا بقلبي عاكي كده يا قشطة في البسكوت. شوفوا معلم، هي شافت بالغنية في كلمة قشطة وبسكوت، قالت بس هذا هو حموتي رح يحبني بس يشوف فيديو. بعدين عمو انت لابسه الجلابيه تبع العين الساحره، انت شو بدهم يحسدوك يعني يمكن فطمتي على 7 شهور يعني ولا ايش؟ طبعا مثل ما شفتوا يا جماعه بالفتره الاخيره كيف السوشيال ميديا انتشرت بشكل كتير كبير بكل تليفون وبكل بيت تقريبا. بس انت كأب وانت كأم واجب عليكم انكم تحافظوا على اطفالكم من هي الاشياء، لانه مثل ما انه معروف الطفل عقله اسفنجه، شو ما علمته بيتعلم. اذا كانت نشأته بهي الطريقه فانت رح تاكل خازوق مبشم ابو الشباب بعد كم سنه. عن جد بتمنى منكم انكم تحافظوا على اطفالكم وتحافظوا على طريقه استعمالهم للتليفون لو كان معهم تليفون، مو مشان شيء، مشان ما يجيهم وتصير انت وعيلتك ترند يا غالي. ضيفوا حساب على الانستغرام، هذا هو هنيك عم نزل ستوريات ومحتوى كتير حلو، انا متاكد انه راح يعجبكم. حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا كنتوا على فيسبوك، واعملوا متابعه للصفحه جنب اسمي. سلام.